وما تسبب به من إخلال بالتوازن العسكري والسياسي بين المعارضة وحكومة الأسد، وتحت وطأة الضغوط الروسية والأمريكية لم تجد تلك المعارضة بدا من التفكير في ترتيب بيتها الداخلي وأولوياتها بما يعزز قدرتها على التفاوض وتحقيق ما تسعى إليه. في هذا السياق تأتي استقالة محمد علوش من منصبه كبيرا لمفاوضي المعارضة في جنيف، بينما تداعب أذهان قادة الائتلاف فكرة ضم عناصر من دبلوماسيين منشقين وآخرين من المعارضة السورية في القاهرة وتلك في موسكو إلى ائتلاف المعارضة ووفدها المفاوض. لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف العميد أسعد الزعبي، معنا من باريس المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية الدكتور منذر ماخوس، ومعنا من لندن المعارض السوري غسان إبراهيم. بإمكانكم مشاهدينا أن تشاركوا معنا أيضا بأسئلتكم وتعليقاتكم واستفساراتكم على موقعنا على تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيوفي. دكتور منذر مساء الخير، سأبدأ معك. مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. التصريحات أعتقد يعني نسبت إليك بأن هناك تفكير داخل هيئة المفاوضات والوفد المفاوض بإمكانية ضم مجموعات أو شخصيات أو تيارات أخرى إلى الوفد، والحديث كان يدور بشكل أساسي عن ما يسمى بوفد القاهرة أو معارضة القاهرة ومعارضة موسكو وربما شخصيات أخرى. في الماضي كان هناك إصرار من جانب الهيئة ومن جانب الائتلاف على أن الجميع ممثل في هذه المظلة، وبالتالي لن يتم ضم مثل هذه الشخصيات. لماذا التراجع الآن برأيك؟ نعم، سؤال مشروع بالحقيقة. أنا نقلت ما حدث في اجتماع الهيئة العليا في الرياض. كان فعلا هذا الموضوع الذي كان تمت مناقشته في هذا الاجتماع، وفي الحصيلة كان هناك قرار على أنه سوف يكون من المفيد جدا في المرحلة المقبلة الانفتاح بشكل أوسع على مكونات المعارضة الأخرى، وتم الكلام بشكل دقيق حول على الأقل ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يخص منصة القاهرة، والثاني منصة موسكو، والثالث هو المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص النساء. بالتأكيد يتساءل الكثيرون على أنه في الماضي كان هناك نوع من الكلام حول أن معظم مكونات المعارضة الممثلة بالهيئة العليا، لكن من المشروع تماما أن يتم إعادة قراءة الأحداث في كل محطة على ضوء تطورات الأمور، سواء فيما يتعلق على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي، وعلى وجه التحديد في الملفات العالقة اليوم والخطيرة للغاية مثل الملف الإنساني وقصة الانهيار الشامل للهدنة، بالإضافة إلى ملف المعتقلين الذين يعذبون بشكل منهجي منذ سنوات طويلة في سجون النظام السوري ولم يفرج عن أحد منهم. كل هذه الأمور والانسداد السياسي الحاصل كما ورد في تقريركم أخ مهند أيضا هو محطة أو عامل مهم جدا يدعو المعارضة إلى إعادة قراءة الأحداث في كل فترة، وهي ليست بالحقيقة سيكون من الخطأ اعتبار أن هناك تغير جذري بموقف الهيئة العليا على الإطلاق، لأنه كنا نكرر دائما على أن هذه المكونات التي نتحدث عنها موجودة هو بشكل كافي في الهيئة العليا اليوم، سواء ما كان في الهيئة العامة لاجتماع الرياض أو في الهيئة العليا للتفاوض أو حتى داخل وفد التفاوض. هناك ممثلين عن كل هذه المحطات، لكن اليوم كان يتم الكلام عن انفتاح أوسع. أولا بالمناسبة أيضا حتى لا يكون هناك لغط في هذا الموضوع، الكلام كان يدور على أنه لابد من فتح حوار جديد على ضوء الوقائع الجديدة. نتيجة هذا الحوار هناك لجنة طبعا مكلفة سوف تعود إلى الهيئة العليا وتقدم تقريرا حول نتائج الحوار، وعلى ضوئه سوف يتم التفكير بخطوات لاحقة، مثل التفكير كيف يمكن أن تكون مساهمة هذه المكونات في التشكيل الحالي للمعارضة. هذا هو كان المطروح، ووفق معايير بالمناسبة. من المفيد أن نذكر المعايير الثلاثة الأساسية التي سوف تحكم مستقبل العملية، هي أن المكونات التي يمكن أن تكون لها دور آخر تتوفر فيها ثلاث شروط. الأول أن تكون مقتنعة بالحل السياسي، ثانيا أن تكون
أيضا موافقة على إعلان الرياض الواضح الذي هو مرجعية للمعارضة اليوم. والشيء الثالث على أن تكون موافقة على أنه لا دور لبشار أسد ولكل الطغمة المحيطة به لا في المرحلة الانتقالية ناهيك عن مستقبل سوريا. ضمن هذه المعايير كان هناك تفكير بهذا الاضطراب. بالمناسبة المجتمع المدني هذه قضية مهمة جدا، لأنه بدل أن يكونوا هي المشكلة مش المجتمع المدني دكتور منذر، هي المشكلة في المنصات الأخرى التي أشرت إليها، وخاصة منصة موسكو كما يقول البعض. لا شك أن منصة موسكو على الأقل من المواقف التي نعرفها حاليا لن تقبل بهذه الشروط الثلاثة التي أشرت إليها. سأعود إليك بعد قليل دكتور منذر. دعني أنتقل إلى العميد أسعد الزعبي. مساء الخير عميد الزعبي، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. من المفيد الانفتاح كما يقول الدكتور منذر على بشكل أوسع على تيارات أخرى، على حلقات أخرى تمثل بشكل أو بآخر قوى معارضة. ما المانع في ذلك؟ ولكن السؤال يبقى، لماذا اكتشفت الهيئة الآن أنه من المفيد الانفتاح؟ ما كان الجميع يدعو إلى ضم هذه الشخصيات إلى الوفد المفاوض، ولكن كان هناك إصرار حتى الأيام الأخيرة أنه لا، الهيئة هي التي تمثل المعارضة السورية، وكانت دعوات وجهت إلى منصة موسكو ومنصة القاهرة لحضور جنيف والاجتماع مع السيد دي مستورة. ما الذي تغير برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. يعني أنا طبعا أتفق معك في هذا الكلام، لكن السؤال الذي كان من المفترض أن يعني يطرحه من هو موجود حاليا في الهيئة العليا أو في وفد التفاوض أو حتى في الهيئة العامة من منصة موسكو أو منصة القاهرة، ليقول السؤال التالي: من أنا؟ إذا كنت أنا من منصة موسكو وموجود في الهيئة العليا، أو من منصة موسكو وموجود في وفد التفاوض، أو من منصة موسكو وموجود في الهيئة العامة، أو ما يطبق الكلام أيضا على منصة القاهرة، إذا من أنا؟ من أمثل؟ إذا كان هناك يعني بحث أو ضغوط من قبل روسيا أو من قبل دول قد تكون صديقة للشعب السوري، قد تكون صديقة للشعب السوري، تريد أن يعني تفتح حديث أو ربما تضيف أسماء، إذا الموجودين حاليا في الوفد أو الموجودين في الهيئة العليا أو الموجودين في الهيئة أليسوا هم من هذه المنصات؟ أليسوا هم يمثلون هذه المنصات؟ ولكن أنا أقول لك تماما يعني حقيقة ما يميز أنهم من هم موجودين حاليا في الوفد أو في الهيئة العليا أو في الهيئة العامة كما تحدث الأستاذ منذر، هم يؤمنون ويقتنعون ويوقعون، وبالتالي ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي تبنى المبادئ الأساسية للثورة السورية أو مبادئ الحل السياسي. إذن هؤلاء الآخرين الذين حاليا يجب الانفتاح عليهم، أنا متأكد تماما أنهم ليسوا مقتنعين بهذه المبادئ. لو كانوا مقتنعين بالأساس لكانوا يعني موجودين، أو بالأحرى لما اتجهوا على موسكو أو اتجهوا على القاهرة. لا، إذا نحن نعود إلى حالة حقيقة هي حالة بدائرة مفرغة عندما نتحدث أن يعني من هو الذي تريده موسكو حتى حصرا. يعني نريد أن نحدد الكلام، لا نختفي وراء أصبعنا نقول أن موسكو تريد أسماء وليس تريد تمثيلا لمنصة موسكو. هل موسكو هي الطرف الوحيد عميد زعبي الذي يعني يصر على هذه المسألة، توسيع المشاركة في الوفد، أم أن هناك أطراف أخرى حتى ربما من الدول المحسوبة أنها أصدقاء الثورة السورية؟ أنا منذ بداية الحديث يعني تحدثت، قلت أن هناك من الدول التي تعتبر نفسها صديقة للشعب السوري، ليست فقط روسيا. إذن هم يبحثون عن أسماء، ومن يبحث عن اسم بالتأكيد هو له غاية من خلال هذا الاسم، ليست القضية تمثيل المنصة هنا أو هناك. وأيضا دعني أتحدث بصراحة أكثر، عندما وجدوا في جنيف بما يسمى مستشارين وكانوا يترددون على مبنى الأمم المتحدة ثم يغادرون ثم يترددون في المرة الأولى والثانية والثالثة، وحتى عند الحديث مع السيد مستورة لماذا هؤلاء يدخلون مبنى الأمم المتحدة إذا كانوا لا يمثلوا وفودا؟ كان يقول يعني أنتم يجب عليكم أن تغيروا القرار 2254، هؤلاء مستشارين وعلي أن أستشيرهم. إذا كانوا هؤلاء مستشارين والسيد مستورة مقتنع والأمم المتحدة مقتنعة وهذا ما جاء بقرار 2254 والدول الأخرى مقتنعة، إذا لماذا الإصرار على الهيئة العامة أو الهيئة العليا من أجل الانفتاح؟ هل الهيئة العامة أو الهيئة العليا منغلقة؟ على العكس تماما، الهيئة العامة كانت منفتحة على كل الأطياف، على كل المكونات، وأيضا الهيئة العليا فيها متمثل لكل المكونات وكل الأطياف. هذه أبرز نقطة مضيئة سياسية وعسكرية بتاريخ الثورة السورية. ولذلك الحقيقة الحديث هو ليست قضية
مشاركة أو انفتاح. أنا أقول لك تماما أن هناك شكلت لجنة بالهيئة العامة كما تفضل الأستاذ منذر، ولكن يا ترى يعني هل نقول للآخرين نحن هذه مبادئنا، هذه مطالبنا، هذه شروطنا، إن أحببتم أو اقتنعتم تفضلوا إلى أين؟ هل يتفضلون أكثر من مستشارين؟ هل يتفضلون أكثر من مراقبين؟ لا يمكن أن يكونوا بالهيئة العليا، لأن الهيئة العليا حتى يزيد أعدادها يجب أن يكون هناك اجتماع للهيئة العامة. وبالتالي إذن يعني ما هي الغاية؟ لا بأس بالتواصل، لا بأس بتبادل الحديث، لا بأس بتبادل الاستشارة، ولكن المحددات موجودة في مؤتمر رياض لا يمكن لأحد أن يتجاوزها. إذن القضية ليست قضية منصة هنا أو منصة هناك، ومن يطلب منصة موسكو بالتأكيد بعد فترة سوف يطلب منصة حميميم وسوف يطلب من الأستانة وربما منصة بشار الأسد. طيب سأنتقل إلى الأستاذ غسان إبراهيم معنا من لندن المعارض السوري. مساء الخير أستاذ غسان، مرحبا بك معنا. كما قال الدكتور منذر قبل قليل، ربما الانسداد السياسي هو ما دفع المعارضة لإعادة قراءة الموقف، وأصبح الآن يعني لا بأس أن يضم الوفد مثل هذه الشخصيات إذا كان ذلك ربما يساعد في دفع المفاوضات قدما. ما الغلط برأيك في هذا المنطق؟ يعني بالتأكيد الطرح الذي قدمه السيد منذر يعني جدا مهم، ضرورة الانفتاح، ضرورة التفكير بعملية يعني استقطاب كل هذه الأطراف المعارضة التي تتفق مع أهداف الشعب السوري بالتغيير الشامل في سوريا. هذا الكلام حقيقة ليس فقط من باب الانفتاح لأن الهيئة بحاجة إلى أعضاء جدد أو شخصيات جديدة، بل بمقدار ما هو قطع الذرائع أمام المجتمع الدولي الذي يحاول دائما تفتيت أهداف الثورة السورية وتفتيت أهداف المعارضة عندما تذهب إلى المفاوضات. النظام، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، جميعها يعني تتذرع أنه يوجد هناك أكثر من وفد وأكثر من أجندة مختلفة مقدمة من المعارضة، بينما للنظام أجندة واحدة. فبالتالي الانفتاح هو إما لتوحيد هذه الأجندات أو حقيقة أبعد من ذلك أن يذهب إلى مدى أنك تقطع الذرائع أمام هؤلاء الذين قد يكون بعضهم محسوب على المعارضة وهو ليس حقيقة بمعارض، وأغلبهم تشاهدهم في وفد مثلا موسكو وبعض المعارضات التي شكلها النظام. هؤلاء حقيقة دورهم تخريبي تشويشي على المعارضة. عندما تنفتح المعارضة ممثلة بوفد الهيئة العليا للمفاوضات على تلك الأطراف وتحديدا التي تتناسب مع أهداف المعارضة، تظهر أن مظلتها هي الأكبر، تظهر أنها قادرة على تشكيل يعني وفدها المقبل أن يكون قادر على التعامل مع التحديات المقبلة. الجميع يعلم أن الظروف التي تمر بها يعني سوريا وتحديدا المعارضة ليست بالظروف يعني الإيجابية بشكل يعطي المعارضة رفاهية أن تقول أننا لن ننفتح على هذا، أو أن هذه هي شروطنا، إن أحببتم أن تتعاملوا معنا فتعاملوا، أو إن لم تحبوا بذلك يعني مع السلامة. يعني بالتأكيد قلق العميد الزعبي بمكانه. لا بد من أن يكون هناك يعني خوف من التطورات التي سوف تحدث، من الضغوط الأمريكية والروسية التي سوف تفرض على السوريين. لنكن واقعيين، في نهاية المطاف صحيح أنها اسمها مفاوضات سورية بمعنى أنها من المفترض بين السوريين نظام ومعارضة، ولكن في النهاية هناك شيء يطبخ أمريكيا روسيا سوف يفرض على الأطراف السورية معا. بمقدار ما يستطيع وفد الرياض استقطاب الجميع، بمقدار ما يستطيع أن ينفتح على تحديدا ربما على وفد القاهرة، لأنه أغلب أهدافهم متطابقة ومتشابهة، ربما الاختلاف في بعض المفردات، توحيد الأجندة، توحيد ربما ولا شيء يمنع تشكيل وفد موحد حقيقة ما بين الرياض والقاهرة، وبالتالي القول لموسكو والولايات المتحدة الأمريكية أن الوفد الذي يأتي من مستشارين، بينما وفد الجديد الذي سوف يتم تشكيله أكثر تمثيلا، أكثر قدرة على قطع الذرائع، إن لم نقل على يعني هذا بحده الأدنى. نعم، يعني قد يقول البعض أنه جيد من الضروري أن يكون هناك مثل هذا الانفتاح وضم مثل هذه الشخصيات، لكن علامات الاستفهام تبقى حول ما يسمى بالمعارضة المقبولة من النظام، أو حتى البعض يصفها بالمعارضة التي يدعمها النظام والموالية للنظام. هنا السؤال يبقى، هل هذه يمكن أن تكون جزءا بأي شكل من الأشكال من أي وفد
مفاوض في المستقبل. سأعود إليكم جميعا بهذا السؤال بعد قليل، ولكن نستمع أولا إلى بعض المشاركات من المشاهدين كما جاءتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يوسف، موضوع مهم وأثار الكثير من الجدل، مسألة إمكانية توسيع وفد المعارضة صحيح. السورية. هناك الكثير من الأسئلة من مشاهدينا حول هذا الموضوع. على فيسبوك لدينا هبة موسى تقول: حتى لو أتوا بوجوه جديدة ماذا عساها أن تفعل؟ ماذا ستضيف؟ يوسف عبد الرحيم يسأل هنا ويقول: الوجوه الجديدة والقديمة ستسير على نفس الخط، لا تملك قرارا لا على الأرض ولا على الطاولة، هناك مشكلة في هذا الموضوع. أمجد سليم: بالفعل يجب البحث عن البديل القوي الذي يملك شخصية قيادية يكون قادر على الدفاع عن حقوق الشعب مع تطعيم يعني وفد المعارضة بوجوه جديدة. على تويتر غرد مصعب أمين قائلا: بعد إيجاد الوجوه الجديدة هل سيعقدون جنيف أخرى؟ ماذا بعد؟ ما الهدف يعني من لا نرى جنيف جديدة في الأفق حتى الآن. عمر الجراح أيضا في تويتر يسأل: هذه الخطوة متأخرة جدا، هل تبقى بقعة آمنة في سوريا؟ ما فائدة المعارضة الآن؟ يتساءل ما فائدة المفاوضات الآن بعد كل هذا القصف وهذا التدمير في سوريا حتى ولو بوجوه جديدة من المعارضة. شكرا جزيلا لك يوسف. أعود إلى الدكتور منذر ماخوس من باريس. دكتور، أولا يعني تساؤلات مشروعة من المشاهدين: ما الذي يمكن أن تغير إضافة وجوه جديدة؟ هذا واحد. اثنين، هل المعارضة أو ما يسمى بالمعارضة المدجنة، المعارضة المقبولة من النظام، مسموح أن تكون في وفد المفاوضات في المرحلة القادمة؟ أنا سألقي الضوء على كل هذه التساؤلات وأتفهم كل فلنقل بعض الملاحظات أو التحفظات التي صدرت من البعض، وهي مشروعة بامتياز. أولا، الإضاءات التي قدمها سواء العميد أسعد أو الصديق غسان مفيدة ومهمة، لكن أريد أن أضيف بعض الأمور إليها. المعايير التي تم وضعها في اجتماع الهيئة العليا في المرة منذ عدة أيام هذا الحدث مهمة جدا، ويجب أن نتوقف عندها قليلا لنعرف هذه الآفاق، والتي تلقي أيضا ضوء على العديد من هذه التساؤلات إن لم يكن كلها. المعيارين المهمين الأكثر أهمية فلنقل هو معيار قبول الإعلان الذي حدث في الرياض، والذي اختزل من وجهة نظرنا نحن كأعضاء بالهيئة العليا والوفد المفاوض ومنهم العميد أسعد بالتأكيد، هو هذه التوليفة التي تم إقرارها على أن الجميع متفقون على دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تبادل السلطة، دولة المواطنة والقانون. هذا اختزل كل شيء. بالمناسبة هذه الصيغة وأنا أعتبرها إنجاز حقيقي كما أشار العميد أسعد، وهو أفضل إنجاز حدث في تاريخ المعارضة سواء على صعيد فلنقل أفق الدولة السورية الجديدة أو المكونات بالمقياس النسبي. ليس هناك شيء كامل في هذا العالم. التمثيل الموجود اليوم في مؤتمر الرياض بمؤسساته المختلفة هو الأفضل في تاريخ المعارضة، وأنا أقول ذلك بثقة لأنني مطلع إلى حد كبير عما حدث في العقود الأخيرة. إذن الاتفاق أو القبول بتوليفة مؤتمر الرياض المهمة جدا. الشيء الثاني القبول بمسألة تبدو لدى بعض الأطراف إشكالية، وهو أن تكون هناك قبول بالحقيقة بالنسبة لنا الكاملة، وهي أنه لا دور لبشار أسد ولكل الطغمة التي قامت بتدمير الوطن السوري دولة وشعبا وأرضا أي دور لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا. هذا الشرط أو هذا البند دكتور منذر يستثني الكثير رأسا، يعني من البداية يستثني الكثير من الشخصيات ومن التيارات التي يعني يتم الحديث عنها الآن ويريدون تطعيم المعارضة بها. مسألة دور بشار الأسد، هذه الشخصيات وهذه التيارات لا مانع لديها لأن يكون لبشار الأسد دور ولو على الأقل يعني في البداية. ليس كلها بالمناسبة. أنا أريد أن أقول مثل مهم جدا، وهو هيئة التنسيق الوطني التي نعرفها والتي كانت لها مواقف بعيدة بالحقيقة عن موقف المعارضة التي نسميها المتجذرة. أما اليوم موقفهم معنا كزملاء في الهيئة العليا يكاد لا تكون هناك فروق في هذه المسألة. وبالمناسبة نحن الهيئة العليا ليست تريد بأي ثمن استقطاب مكونات أخرى، نحن نريد أن تكون
هذه التمثيلية للمعارضة أفضل شكل ممكن لنقطع الطريق كما قال الزملاء منذ قليل على الصيد في المستنقع العكر الذي يقوم به البعض على أن هناك تمثيل جزئي للمعارضة. هذا لا يمثل كل الشعب السوري. نحن لن نقبل على الإطلاق بتخفيف السقف المتبنى اليوم في الهيئة العليا للتفاوض على الإطلاق، ومن لا يريد أن يكون بمستوى هذا السقف فهو وشأنه. نحن لا نجبر أحدا. بالمناسبة أيضا موضوع الاستقطاب هو موضوع فكرة حوار الآن، وليست حتى الآن أي صيغ ولا آليات تم اعتمادها كيفية الاستقطاب. نحن قلنا ضمن هذه المعايير إذا كان هناك عدد آخر يعطي تمثيل أوسع للمعارضة فليكن هذا محبب به، ويقطع الطريق على الكثيرين ممن يحاولون الاصطياد في المال العكر. إذا كان البعض لا يتفق مع هذه المقاربات فهذا شأنه، ليست هي مسألة بأي ثمن على الإطلاق. لن يكون هناك أي تنازل عن ثوابت الثورة، هذا أمر مفروغ منه نهائيا. إذا كان البعض لا يزال يحملون سقف منخفض هذا شأنهم، ولكن نكون قد قمنا بواجبنا وفتحنا الباب لمن يريد أن يساهم في دحر النظام وبناء سوريا الجديدة. عميد الزعبي، هناك حديث في الأيام القليلة الماضية يعني بصراحة يتحدث عن بعض الشخصيات داخل وفد المعارضة، شخصيات تعتبر إشكالية على الأقل من وجهة نظر موسكو، وإلى حد كبير واشنطن ربما تشاطرها الرأي. شخصيات إشكالية، شخصيات يعني مشكلجية لنستعمل التعبير الدارج. أنت أحدها هكذا يقول البعض، والسيد محمد علوش الذي قدم استقالته أيضا أحدها. ربما هناك الكثير، يعني هناك توجه بمعنى أو بآخر لإزاحة بعض الأشخاص الذين تعتبرهم هذه الجهات يقفون عائقا بشكل أو بآخر أمام تقدم المفاوضات. لا شك أنك سمعت بمثل هذا الطارح من قبل. أخي الكريم، أولا إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا قد كلفتني فلا يشرفني ذلك ولا أريده، لكن كلفني عميد الزعبي، أعتقد فقدت الميكروفون عن الجاكيت، إذا سمحت لي صوتك مش واضح. سأعود إليك بعد لحظات. أستاذ غسان، ما رأيك؟ هل هناك يعني محاولة أو اتجاه لتنحية بعض الأشخاص بعينهم من هذا الوفد لأسباب مختلفة ينظر إليهم من قبل بعض هذه القوى على أنهم يعني يقفون عائقا في سبيل تقدم المفاوضات، وعدم وجودهم ربما يكون أفضل؟ يعني حقيقة تغيير أو تبديل أشخاص أو كامل الوفد التفاوضي يعني ينطلق حقيقة من خلال التقدير الداخلي لدى الهيئة العليا للمفاوضات. لا أنا أتحدث يعني حسان عن الضغط الخارجي، يعني رغبة خارجية في تغيير صحيح. هذا الوفد. صحيح، يعني هو حقيقة من الناحية الخارجية إلى هذه اللحظة التغييرات التي تحدث حقيقة ضمن وفد الهيئة العليا للمفاوضات هي استباقية، هي اللي تقول للآخرين بدل أنتم تضغطون علينا نحن سوف نستبق الأمور ونشكل وفد يستطيع أن يضغط على الطرف الآخر. يعني روسيا هي من اليوم الأول بالتأكيد لديها تحفظات على تحديدا السيد علوش بحكم أنه ممثل لجيش الإسلام، وحاولت مرة أن تضع جيش الإسلام على قائمة الإرهاب وفشلت، ومع ذلك استمرت المعارضة يعني بوجود السيد علوش. ربما لنكن بحقيقة نتحدث بشفافية نوعا ما، ربما المعارضة اختارت السيد علوش بالدرجة الأولى نوع من الجكر، يعني السياسة النكدية مع التصرف الروسي. روسيا كانت دائما تصرفها لم يكن يعني ضمن الإطار المتوقع ولم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها، فأرادت المعارضة أن تقول لهم إن أنتم يعني لم تتجاوبوا ونحن سوف نختار لكم شخصيات يعني عسكرية أنتم لا ترغبونها، وتحديدا السيد علوش. ربما أيضا السيد الزعبي بحكم كونه عسكري وضع في موقع يعني أرفع موقع بين المتفاوضين ضمن وفد سياسي. ربما كانت في تلك الفترة كانت حالة ما بين المعارضة وما بين روسيا تحديدا،
ولكن أعتقد المرحلة المقبلة هي يعني حتى لو حدث تعديلات وحدث تغييرات بأشخاص وببنية وترتيبها، سواء كانت من الناحية الوظيفية انتقاء أشخاص جدد بناء على خبراتهم الوظيفية يعني مثلا إدارة المفاوضات، اختيار شخصيات دبلوماسية سابقة، تطعيم الوفد الحالي، إضافة أشخاص آخرين أو تغيير أشخاص سابقين، سوف تكون من منطلق يعني أعتقد نابع من قرار داخلي وليس من مجرد يعني نتيجة ضغط مباشر من الآخرين، لسبب رئيسي لأن يعني كما ذكر يعني السيد منذر والعميد الزعبي أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات هو أكبر مظلة بطبيعة الحال من أي وفد معارض آخر، ولكن هذا بطبيعة الحال كما ذكرنا أنه يتطلب الاستباق، قطع الطريق على المعرقلون الذين يحاولون عرقلة الطريق، وتقديم وفد. هذا الوفد يمتلك ما يمتلكه من قدرات، من شخصيات، من أمور متعددة تستطيع أن تقول للجميع لا يمكنكم القول أن أي طرف آخر يستطيع أن يكون منافسا لهذا الوفد، وبالتالي سوف يكون الوفد الوحيد النهائي للمعارض. طيب، قد يكون هذا مفهوما أستاذ غسان بأنه يكون هناك إعادة نظر داخلية من داخل الهيئة وداخل الوفد على هذه التشكيلة ويعني تغيير الشخصيات، لا بأس إذا كان القرار داخليا، لكنه الحديث الآن كله عن ضغوط خارجية تمارس من أجل تغيير هذه التركيبة وتغيير هذه الشخصيات. أعود إلى العميد الزعبي، أعتقد أصبح جاهزا معنا الآن. عميد زعبي، سألتك قبل قليل عن أنه ربما هناك بعض الشخصيات الإشكالية، سميتها المشكلجية قبل قليل، ويعني قيل أنك أنت أحدهم والأستاذ محمد علوش كان أحدهم. السيد علوش قدم استقالته. أولا، هل تشعر بأن هناك بالفعل ضغوط من هذا النوع لاستثناء شخصيات مثل حضرتك ومثل السيد علوش وربما آخرين من هذا الوفد لأغراض سياسية معينة لها علاقة بالقوى الخارجية؟ هذا واحد. اثنين، هناك أنباء تتحدث عن أنك تعتزم تقديم استقالتك في الأيام القليلة القادمة. أولا الحديث يعني كما تفضلت أستاذ مهند سؤالك أنه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أقول أنا إذا كان تكليفي بهذا المكان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هذا لا يشرفني، وهذه إهانة كبيرة، أعتقد أكبر إهانة لي في التاريخ إذا كانت تعيني أو تكليفي من هؤلاء. أما أنا لي الشرف أن تكليفي كان من زملائي ورفاقي في الهيئة العليا، ولذلك عندما يعني أبلغوني بالتكليف جئت صاغرا ولبيت التحية وقلت لهم أنا عسكري وملتزم. ثانيا عميد زعبي، عندك مشكلة مع الميكروفون، أعتقد سقط مرة أخرى. إذا بتقدر بسرعة ترجع المايك مشان نتابع الإجابة معك. سامعني الآن عميد الزعبي؟ تمام. أوكي، الآن تمام. كويس. تفضل. تمام. لذلك عندما كلفت من قبل زملائي ورفاقي بالهيئة العليا جئت صاغرا ولبيت التحية وأنا عسكري ملتزم، ومعروف عن العسكري أنه ملتزم وأكثر التزاما. واليوم عندما يبلغوني بهذا القرار أيضا سآتي مباشرة وألتزم بالقرار الذي تتخذه الهيئة العليا. وأنا مباشرة تحدثت عندما إذا كان هناك نية لدي الهيئة العليا في تغيير رئاسة الوفد سآتي الهيئة العليا وأقدم استقالتي تلبية لمطالب رفاقي وزملائي بالهيئة العليا الذين أحترمهم وأجلهم كبير الاحترام. لكن حقيقة أيضا تحدث السيد غسان بنقطة غاية في الأهمية وجاءت على لسان الذين سألوا على هذا البرنامج، أننا في قضية التعامل مع منصات موسكو والقاهرة أو في تغيير الوفد نحن يعني ربما يكون هناك نوع من سد الذرائع بالنسبة للمجتمع الدولي. أعتقد هذا المجتمع الدولي الذي لم يشعر بالخجل في لحظة من اللحظات. الآن قبل قليل بنشرتكم الإخبارية قلتم أن الأمم المتحدة تخوفها من المدنيين السوريين العالقين أو المحاصرين، وقبل فترة بان كيمون يبدي قلقه من خلال مقتل أو مجازر ترتكب في سوريا، وقبل ذلك هناك قلق من قبل أمين عام الجامعة العربية وقلق من كيري وقلق من لافروف وقلق لا أدري أن موت السوريين وهجرة السوريين وتهجيرهم وقتلهم بالكيماوي وقتلهم وتشريدهم بأنواع الصواريخ والعنقودية الروسية. بالمناسبة اليوم تستخدم روسيا قنابل من يدافع عن الناس أو من يسعف الناس. أعتقد أن هذا المجتمع الذي لا تنتهي طلباته وملفاته غير لائق بالاحترام وغير لائق
بأي طلب من طلباته، عندما يدرك أو يعني أو يعرف تماما، يشعر بأن السوريين يموتون، أعتقد أن ذلك يدفعنا إلى أن نلبي كل طلباته. لكن مع الأسف الشديد حتى قرارات هذه المجتمع الدولي على التزام بتنفيذ قراراته، وأن مباحثات السلام أصبحت عقيمة، تقريبا نفس الطرح الذي أنت تطرحه، وهذا يدفعني للتساؤل: هل تعتزم أنت تقديم الاستقالة من تلقاء نفسك حتى وإن لم يطلب منك الإخوة في الهيئة العليا ذلك؟ أنا قلت بداية إذا طلبت مني الهيئة العليا ذلك فهذا واجب علي أن ألبي مباشرة وأقدم استقالتي. لكن أيضا إذا كانت هناك جولة مفاوضات أخرى في ظل الواقع الإنساني المتردي، ويعرف تماما الأخ منذر تماما ما هو الواقع الإنساني لأنه هو يعنى بهذه التقارير الإنسانية، أعتقد إذا كانت هناك ما زالت هذه الحالة الإنسانية وعدم إطلاق المعتقلين وما زالت القنابل تنهال على شعبنا، والمعني بقضية مراقبة الهدنة هي روسيا التي تمارس إرهاب وقتل ضد شعبنا، أعتقد سوف تكون استقالتي أسرع من الحالة الأولى. طيب، معنا حوالي دقيقة سأتوجه للدكتور منذر. دكتور منذر، هناك الآن حديث على أنه روسيا تحديدا يعني تريد إنهاك المعارضة في هذه الفترة قبيل أي جولة مرتقبة في جنيف. هل أنتم مستعدون للذهاب إلى التفاوض في ظل هذه المعطيات الموجودة اليوم؟ لست متأكد ماذا سيكون قرار الهيئة العليا، ولكن رأيي وأعتقد أنه سيكون هو الأرجح أننا لن نذهب ضمن هذه الشروط. العميد أسعد فتح نافذة مهمة جدا وكنت أبحث عن طريقة للدخول بها، فقد ساعدني بذلك. الإشكالية اليوم ليست بالحقيقة بتركيبة الهيئة العليا للتفاوض، وأنا ليس مجاملة لأحد، أنا أعتقد أن وجود زميلي المعنيين هو قيمة مضافة حقيقية بغض النظر عن كل مسائل تتعلق بالتجربة السياسية وغير التجربة السياسية. أهم شيء في المعارضة اليوم أن يكون هناك من يحملوا المشروع الوطني السوري وهم يحملوه بامتياز، هذا مهم للغاية. والإشكالية ليست هنا اليوم، الإشكالية اليوم هذا المجتمع الدولي الذي نتكلم أو يتكلم البعض عن ضغوط يمارسها هنا وهناك. هل فعل شيئا هذا المجتمع حتى يحق له أن يقوم بضغوط؟ انظروا ماذا حدث اليوم، هناك انسداد كامل بالعملية السياسية. ونحن قلنا نريد فعلا صادقين الدخول بهذه العملية، على الرغم على أننا لا نراهن على أن النظام السوري سوف يتعاطى بإيجابية. هو لا يزال حتى الآن يطرح علينا حكومة موسعة، حكومة وحدة وطنية. طيب دكتور منذر، للأسف عندما طرحنا على الطاولة في آخر محطة موضوع هيئة الحكم الانتقالي، قام بكل شيء لتعطيلها وأوقف المساعدات الإنسانية، لم يفرج عن أي معتقل، قام بانهيار كامل للهدنة، وهو مقصود تماما من أجل أن دكتور منذر، للأسف وقتنا انتهى، بدي أعتذر منك مرة أخرى كان مطروح على الطاولة. الدكتور منذر ماخوذ، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، كان معنا من باريس. شكرا لك، وشكرا للعميد أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، كان معنا من الرياض. وشكرا لضيفنا من لندن المعارض السوري الأستاذ غسان إبراهيم. شكرا لكم جميعا. بعد قليل في غرفة الأخبار لقاء خاص مع فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني.